هلو يا حلوين، احنا النهارده فين؟ احنا النهارده في مكسيمة. العنوان المنشية شارع وكالة الليمون. مكسيمة كافيه ومطعم بيعمل احلى معجنات هتدوقوها في اسكندرية، ومش بس كده، كمان الاسعار تجنن تجنن. ويلا بينا نتفرج على المكان حلو قوي ومريح، والخدمة فيه ممتازة، وكمان مناسب ان انتوا تعملوا فيه اعياد ميلاد. يعني هتقعدوا تتبسطوا وتاكلوا احلى معجنات موجودة في اسكندرية. عندهم بيتزا، فطير، كريب، مكرونات، كل الحاجات الحلوة دي، وكمان اسعار زي ما قلت لكم تجنن. ويلا بينا نشوف الحاجات وهي بتتعمل علشان تشوفوا قد ايه الحاجه عندهم بتكون مخدومه ومعموله بنظافه حلوه جدا جدا. دي كانت فطيره مشكل جبن، ومش بس كده، عليها كمان اضافه بسطرمه. عايزه اقول لكم كانت حلوه قوي قوي، والحاجه زي ما انتم شايفين بتتعمل نظيفه قوي، وبتبقى مخدومه جدا، وبيبقى طعمها كله اضافات وجبن وحاجات حلوه قوي قوي قوي. الفطير عندهم في حته تانية. عايزه اقول لكم اتبسطت قوي قوي من الفطير، ويعني هتقولوا ان ده احلى مكان بيعمل معجنات في اسكندريه بجد. ودي كانت بعد ما الفطيره طلعت، وعايزه اقول لكم كان صوت القرمشه يجنن، وهوريكم كمان الفطيره من جوه قد ايه تجنن، وطعمها حلو قوي قوي. بصوا الحلاوه من جوه. وتعالوا بقى كمان نشوف البيتزا عندهم. البيتزا حاجه حلوه قوي. دي كانت بيتزا فراخ بصوص الرانش. انا بحب قوي قوي البيتزا بصوص الرانش، وهي عندهم مميزه جدا جدا. ومش بس كده، طعمها حلو قوي، وزي ما قلت لكم في الاول الاسعار حلوه جدا جدا. وبيعملوا باستمرار عروض حلوه قوي، وبيعملوا خصومات حلوه قوي، وبيعملوا كمان توصيل فري وحاجات قمر قمر قمر، فلازم تتابعوا صفحتهم باستمرار. دي كانت البيتزا، وده كان صوص الرانش اللي انا بموت فيه، وهي فعلا كانت طعمها يجنن. ومش بس كده، عندهم كمان ميكسات خاصه بيهم هم، زي فيجا ماكسيما، ودي عباره عن مكرونه بتكون بكل انواع السي فود، وبيض السبيط والكاليماري والجمبري والحاجات الحلوه دي كلها محطوطه جوه المكرونه دي. وكمان تقدري تعملي الفيجا ماكسيما دي في المكرونه او في البيتزا او في الفطير. يعني الميكس ده عندهم هم بس، مش موجود في اي حته تانية. وبعد كده تعالوا نشوف الكريب بقى. الكريب برضو معمول بكل حب زي ما انتم شايفين، ومخدوم جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان الكريب عندهم كان حاجه كده زي ما هتشوفوا دلوقتي، حاجه تجنن تجنن تجنن. عايز اقول لكم تاني ان الاسعار حلوه قوي. ده كان كريب مشكل لحوم، كان طعمه خطير جدا، وكان كله جبنه، وكان كله كده حاجات حلوه زي ما انتم شايفين. وبعد كده لازم بقى تحلوا عندهم باحلى فطيره حلو، بتكون 4 سلايزات كده. عايزه اقول لكم ان هي يعني فيها شوكولاته، وفيها لوتس، وفيها مكسرات، وفيها كمان قشطه وفواكه. دي كانت في حته تانية خالص بقى. الفطير الحلو عندهم بجد حلو جدا جدا. ويلا بينا ندوق الاكل العظيم ده، واقول لكم رايي في الحاجه. عايزه اقول لكم ان انا اول حاجه مبسوطه من المكان ومن الخدمه جدا. وعايزه اقول لكم ان البيتزا كانت تجنن، طعمها حلو قوي قوي قوي. ومش بس البيتزا، المكرونه كانت فظيعه. الفطير زي ما انتم شايفين كده، شكله لوحده يخليكي نفسك تتفتح على الاكل. وبعد كده هنشوف بقى المكرونه العظيمه دي، فيجا ماكسيما. دي كانت حاجه بجد اول مره اجربها، واتبسطت منها جدا لانها فعلا مميزه قوي قوي قوي. الاكل عندهم حلو قوي، ولازم اوريكم الحلو لان الحلو عندهم حلو قوي. الحلو كان في حته تانية جدا. الفطيره زي ما قلت لكم تجنن زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم مخدومه جدا، وكلها حاجات تجنن، وطعمها فظيع فظيع. اتبسطت بيها قوي، حلت لي ايام يا جماعه. وعايزه اقول لكم ان المكان بجد حلو قوي، هتتبسطوا فيه وهتقعدوا مبسوطين وهتاكلوا اكل حلو قوي. هستناكم تروحوا وتجربوه. باي باي.